ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم ارحم امي وارحم ابويا واجمع ما بينهم واسكنهم الفردوس الاعلى. بصوا يا حبايب قلبي، انا هنا بقى ايه، كانت ملك عندها امتحان، علقت ايه على شويه شاي وبعتهم جابوا قرص. واحنا بنصحى بدري زي ما انتوا اتعودتوا بقى، احنا بنصحى بدري. ففطرنا كده شويه شاي عشان قبل ما تروحي الامتحان برضو تكون ايه مصحصحه وتبقى فايقه شويه. عملت بقى ايه، كل واحد اخد قرصتين وكل واحد اخد كوباية شاي وفطرنا والحمد لله. محمد رايح يجيب القرصة بتاعته عشان ما اكلهاش، عايز يوريها لكم. فهنا بقى بصوا، الحمد لله يا رب، احنا ادعوا لها بالله عليكم، ادعوا لها بالله عليكم، ربنا ينجحك يا رب يا ملك انتي وكل اللي زيك يا حبيبتي. ربنا ينجح اولادنا جميعا يا رب، ربنا ينجح اولادنا جميعا وتكون سهلة عليهم يا رب. لان بصراحة انا اول مرة اشوف الامتحانات الصعبة، انا ذات نفسي والله ما بعرف احل اي حاجة في اللي هم بيقولوه ده. المهم هنا بقى اسخن شويه ميه كده عشان اغسل المواعين. عندي كده شويه مواعين وعندي اكل من امبارح، عندي شويه بسله وعندي شويه شوربه، هحط شويه الشوربه كده على البسله عشان ايه اغليهم ونتغدى بيهم. وعندي شويه رز، واختي ربنا يخليها لي يا رب عامله سمك، هتبعت لي طبق ايه سمك كده احطه يعني جنب الاكل وكده، وتبقى اكله زي العسل واليوم هيعدي تمام. انا بصراحه مش باكل حاجه من غيرها خالص، وهي مش بتاكل حاجه من غيري. ربنا يحنن قلوبنا على بعض، وربنا ما يحرم حد من اخواته يا رب. فهم اخواتي والله اللي مهونين عليا، ربنا يخليهم لي يا رب ويخلي لكم اولادكم جميعا. هنا بقى يا حبايب قلبي، كانت الصواني دي يعني مبهدله الدنيا وما كانش مكانهم حاجه يعني ايه ما تستاهلش ان انا اغسلهم ايه الاول، فغسلتهم كده. بصوا حبايب قلبي، عايزه اتكلم معاكي بقى في حاجه، بما اني بغسل المواعين فانا بصراحه نفسي في الفقره دي عشان اتكلم معاكي في حاجه. بصي يا حبيبه قلبي، كله هيعدي وكله هيهون عليكي تمام، وربنا هو اللي هيطبطب عليكي، محدش هيقف جنبك غير ربنا هو اللي هيطبطب عليكي. فدايما دايما نوري بيتك، خلي بيتك كده زي نجمة في السماء. زي ما النجمة بتنور في السماء انت بيتك بينور في الارض بصلاة قيام الليل. قيام الليل ده لو عندك كرب ربنا هيفك كربك، لو عندك دين ربنا هيسدهولك، لو عندك مرض ربنا هيشفيكي، لو حد ظلمك ودعيتي عليه ربنا هيجيب لك حق. فقيام الليل دي معجزة ربنا بعتها لنا. بصوا صدقيني إلا قيام الليل والله العظيم. عايزة بقى أقولك على حاجة تانية، السر اللي انت تعيشي بيه طول ما انت قاعدة وعينك مفتحة وفيكي لسان، طول ما انت قاعدة استغفري ربنا وصلي على شفيعك، صلي على النبي كتير واستغفري ربنا كتير. انا مش بقولك كده مثلا ان انا شيخة ومش عارف ايه، لا والله العظيم انا لا كنت بصلي ولا كنت بصوم ولا كنت بذكر الله ولا اي حاجة، وكانت الدنيا جاية عليا وكانت الدنيا ضيقة معايا قوي. اما لقيت ربنا عوضني وهو اللي طبطب عليا وعوضني خير، قلت ازاي انا كنت بعيدة كده، ازاي انا كنت بعيدة كده، ازاي انا كنت بعيدة قوي كده، ازاي ما كنتش بصلي على النبي، ازاي ما كنتش بستغفر، ازاي ما كنتش بصلي، ازاي ما كنتش بقيم الليل، ازاي. وجوزي نفس النظام على فكرة، احنا مش شيوخ، احنا كنا طايشين جدا. بس لما ربنا يعني مش عشان ربنا ادانا بقى بقينا نصلي ومش عارف ايه، لا والله العظيم ده احنا مهما نصلي مش هنحمد ربنا، يعني احنا مهما نصلي مش هنكافئ ربنا على اللي هو اداهولنا. الف حمد وشكر ليك يا رب. فوالله العظيم انا مش يعني مش معنى كده ان انا بقى ايه اللي ما فيش مني، لا يا جماعه انا خطاءه برضو وليا اخطاء وساعات بتنرفز او مزعل العيال، ممكن يعني اشتم يعني غصب عني كده، مش شتيمه بقى من اللي لا شتيمه يعني انت قلت الادب يا وسخه يا كلبه يا مش متربيه، حاجات بتنرفز ساعات بتنرفز يعني. فيعني انا مش ملاك، لا انا مش ملاك والله يا جماعه، انا بتلخبط وبعمل وممكن الخبط في الصلاه، وممكن يفوتني المغرب او يفوتني العشاء، وممكن كمان الاقي يوم قصير اقعد اشتغل. ف يعني والله العظيم انا بيسهى عني حاجات زيكم بالظبط يا جماعه، انا ما زدتش عنكم حاجه ولا الا عنكم حاجه، انا زيكم بالظبط. هنا بقى عايزه اكلمك في حاجه تانية، يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكي، ويا رب نكون اخوات، ويا ربي اكون بفيدك. عايزة اقولك بصي، اوعي تنسي نفسك، اوعي تنسي نفسك وتتلهي في العيال وتتلهي في جوزك وفي بيتك وتنسي نفسك وترجعي تقولي انا ظلمت نفسي، لا اوعي تنسي نفسك.
والله العظيم اوعي تنسي نفسك، ما بين كل مصروف بيت اعملي لنفسك 10 جنيه، جيبي صباع روج، علبة مرطب. اوعي تنسي نفسك وتلاقي العمر جرى وكبرتي كده وجلدك نشف وكرمش. اوعي تنسي نفسك عشان حاجات هايفه. المرطب ده مهم جدا يا جماعه. انا بحط الاكراتين وانا داخله استحمى يا جماعه. انا دلوقتي داخله اخد شاور، هوريكم بس انا بحط ايه، عشان في ايه ناس كتير تقعد تقول لي صوري، طب ابعتي لي، حتى اصحابي والله العظيم يقعدوا يقولوا لي صوري طب ابعتي. والله يا جماعه انا روتيني سهل جدا، بس مش مكلف وجميل جدا. انا بستخدمه على طول. رخرة تلاقوني انا زي ما انا ما بكبرش ولا جلدي بيكرمش ولا اي حاجه، لان انا بصوا دايما ليل ونهار انا بعمل الخلطه دي، فاهميني؟ بصوا يا جماعه الخلطه دي بقى انا بعملها ازاي. بصوا الخلطه دي محدش هيقولك عليها خالص لانها سحر، اقسم بالله. تبييض، ترطيب، تنعيم، تفتيح، كل حاجه هي الخلطه دي للجسم يا اسماء. للجسم. انت بتاخدي الشاور وبعد ما تطلعي من الشاور، انا حاطه لك صوره كل حاجه وانا بعمل اهوت. ده مرطب، اي مرطب عندك، مش شرط اللي انا موريهولك، اي مرطب ان شاء الله لو فوزلين تمام. وبتحطي الازازه اللي انا وريتها لك دي. الازازه دي انا كنت بجيبها لبنتي، لقيتها جميله قوي، جميله قوي قوي. اي اثار بقع عندك بتخفيها، بتخفيها. انا سبحان الله كل ما احاول اظبط الكاميرا تبوظ اكتر. فهنا بقى بصوا حبايب قلبي، انا بجرب لكم حته والله هو اللي مفتحني وهو اللي بيشيل اثر الحروق واثر الخدشات وكل حاجه. بتعملي ايه بقى وانت بتستحمي؟ ده لوشن عادي، اي لوشن عندك حطي، لو ما عندكيش مش مهم. بصي بتعملي ايه بقى، وده الشامبو، وهوريكم حمام الكريم بالمره. مش هلحق اقول لكم هتعمليها ازاي. بصي بتعملي ايه، وشربت كركري. مش هلحق اقول، مش هلحق، هكتب لكم على الشاشه. باي يا حبيبي.